ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الصيف خلاص هيبدأ، والشمس والحر هيسيبوا أثر على بشرتنا وجسمنا. عشان كده النهاردة جيت لكم بروتين كامل لتفتيح الجسم من غير تكاليف ومكونات طبيعية موجودة في كل بيت. خليكي معايا للآخر عشان في نصايح مهمة جدا، وهقولك على أسرار بسيطة هتفرق معاكي قوي. تابعي معايا لآخر الفيديو، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. الخطوة الأولى هتبقى تقشير الجسم. ليه بتقشري؟ عشان تشيل الجلد الميت ونعزز الامتصاص لأي مكون هنحطه بعد كده. وصفة التقشير سهلة جدا: سكر بني وزيت زيتون ومعلقة قهوة وعصرة ليمون ومعلقة كربونات. هتدعكي بيها جسمك بحركات دائرية مرتين في الأسبوع. كده خلصنا أول خطوة اللي هي تقشير الجسم: سكر، زيت زيتون، بن، عصرة ليمون وكربوناته. تاني خطوة معانا ممكن نملى البانيو بمية دافية ونحط فيها معلقة كبيرة من كربونات الصودا وشوية ملح خشن وزيت عطري زي اللافندر. تقعدي فيها 15 دقيقة عشان تفتح المسام. الخطوة الثالثة معانا ماسكات التفتيح: ماسك الزبادي والعسل. زبادي وعسل وعصرة ليمون تحطيهم على جسمك لمدة ربع ساعة وبعدين تغسليهم. هقولك على نوع ماسك تاني لو متوفر عندك المكونات. بعد الشاور هتستخدمي معلقة نشا ومعلقة مية ورد ونقطتين زيت لوز حلو على قد الكمية اللي محتاجها جسمك. بيفتح ويرطب وفي نفس الوقت بيدي نتيجة حلوة جدا للتفتيح. رابع خطوة معانا الترطيب. لازم الترطيب يوميا خصوصا بعد التقشير. استخدمي زيت جوز هند أو زبدة الشيا أو كريمات تفتيح زي بيزلاين وفازلين وهيلثي وايب. الخطوة الخامسة معانا واقي الشمس. ما تنسيش واقي الشمس حتى للجسم ومش للوش بس، خصوصا الأماكن اللي بتتعرض للشمس زي الدراعات والرقبة. حاجات لازم تتجنبيها: استخدمي الليمون لو مش عندك حساسية أو مفيش جروح في جسمك، وما تدعكيش جسمك بعنف، وما تتجاهليش المرطب بعد التقشير، وما تخرجيش من غير صن بلوك. ازاي تعتني بالأماكن الداكنة زي الركب والكوع والأندر أرم؟ تدعكي بسكر وزيت زيتون ومعلقتين بن وبعديها تحطي ماسك الزبادي والنشا. كرري الوصفة دي مرتين في الأسبوع وهتشوفي النتيجة حلوة قوي. نصيحة مهمة ليكي: روتين التفتيح مش بيبان من أول مرة. استمري عليه 3 مرات في الأسبوع على الأقل لمدة شهر عشان نبدأ نشوف فرق حقيقي. المهم الانتظام. اهتمي بنفسك عشان انتي تستاهلي ده، مش عشان أي حد تاني. جسمك وبشرتك محتاجين حب واهتمام. ولو الفيديو عجبك متنسيش تعملي اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.